سكر دايت الاسبرتام بقاله مده عليه جدال وكلام كتير. The World Health Organization has classified the artificial sweetener aspartame as quote possibly carcinogenic to humans. ومنظمه الصحه العالميه او ال WHO صنفته ان هو تايب 2B كارسينوجينيك او مواد مسببه للسرطان. وطبعا الفتره اللي فاتت ناس كتير جدا بدات تتكلم وبوستات كتير اتشيرت عن الموضوع ده، واللي يقول لك محدش يستخدم الاسبرتام واللي يقعد يدافع عن الاسبرتام. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنعرض الموضوع بشكل واضح تماما، وهل هو بيسبب السرطان ولا لا، وهل نستخدمه ولا لا، والجرعات بتاعته، وكل حاجه هتحتاج تعرفها ان شاء الله. في الاول كده اللي ما يعرفش ايه هو الاسبرتام في السريع، ده محلي صناعي بيحلي اضعاف السكر الابيض بتاعنا، فبالتالي احنا بنستخدم جرعات صغيره جدا منه بالملي جرام للمشروبات والاكل منتجات كتير، وطبعا بيكون سعراته قليله جدا او شبه ما فيهوش سعرات اصلا. وطبعا زي ما انا قلت ده تقريبا بيخش في اغلب المنتجات اللي بتتعمل دايت، يعني مثلا زي البيبسي الدايت، السيفن اب دايت، الكولا زيرو، اي منتج هتلاقيه مشروب غازي معمول بشكل دايت غالبا بيكون من الاسبرتام. طب القصه بقى اللي اتعملت على الاسبرتام وحوار ان هو بيجيب سرطان وكل القصه دي بدات امتى؟ الموضوع بدا في فرنسا يوم 14 من شهر 7، واتجمع 24 خبير من 12 دوله تبع منظمه ال WHO او منظمه الصحه العالميه، واتجمعوا طبعا عشان يناقشوا الابحاث القديمه عن الاسبرتام، وما عملوش لا اي ابحاث جديده ولا اصلا انتشر ابحاث جديده عن الاسبرتام ولا حاجه، دي كانت على ابحاث القديمه. وبناء على الابحاث القديمه دي قالوا احنا هنضيف الاسبرتام في جدول ال2B من المواد المسرطنه او الكارسينوجينيك. طب تعالوا كده نشوف في الاول جدول المواد المسرطنه دي بيتكون من ايه اصلا. جدول المواد المسرطنه بيتكون من 4 فئات او 4 جروبس بمعنى صح. جروب 1 او المستوى الاول، وده اثبت ان هو بيسبب سرطان بشكل مباشر، وده طبعا يشمل التدخين، وان انت مثلا تتعرض لاشعاع، ان انت تتعرض لشمس او الالترا فايلت اللي بيكون في الشمس لمده طويله، او الكحوليات. تاني مستوى او جروب 2A ده ممكن يسبب سرطان، وده زي ما انتم شايفين في الجدول يشمل حاجات زي الزيت المغلي على درجه حراره عاليه، او اللحوم الحمراء لو اتاخدت بنسبه عاليه، او الشغل لشيفتات متاخره، وزي ما انتم شايفين مكتوب ممكن يسبب سرطان. ثالث مستوى هو جروب 2B، وزي ما انتم شايفين في الجدول مكتوب possible، او بمعنى صح هم بيقولوا احنا مش متاكدين ان هو بيسبب سرطان. يعني هو بيقول لك في الجدول ده احنا مش بنقول ان المواد دي بتجيب سرطان، بس ما نقدرش ناكد انها امنه 100% من السرطان. وطبعا الجدول ده يشمل الاسبرتام، وطبعا الجدول ده يشمل برضه حاجات تانية زي ان انت تشتغل حلاق او تاكل خيار مخلل او انك تشم دخان العربيات. وزي ما انتم شايفين في الجدول وركزوا على كلمه limited evidence on human، يعني مش مثبت قوي على الانسان، ولكن اثبت ان هو بيسبب سرطانات للحيوانات. وهنيجي للنقطه دي كمان شويه. رابع مستوى او جروب 3 ده بيقولوا انه ملوش اي علاقه بالسرطان. بعد بقى الكلام اللي اتقال من ال WHO او منظمه الصحه العالميه في حوار الجداول والكلام ده كله، طلعت منظمه ال FDA او منظمه الغذاء والدواء طلعت ترد عليهم، وكان ردها ان احنا مش موافقين تماما على الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لان الاسبرتام اكتر منتج اتعمل عليه ابحاث، وفي نفس الوقت ده منتج مفيد، واصل الاسبرتام بيحميك من امراض زي السمنه والسكر والضغط، والكلام ده منطقي وهشرح لك ليه دلوقتي. فلنفترض ان انت مثلا ايه، شخص في العادي متعود ان هو لازم يشرب بيبسي، فبياخد مثلا كنزايه بيبسي في اليوم، قول مثلا فيها 300 سعره، فلنفترض ان نفس الشخص ده بدل البيبسي دي بالبيبسي الدايت، يعني انت حرفيا وفرت 300 سعره في اليوم، فده بالتالي هيحميك من امراض زي ما انا قلت في الاول، السمنه والسكر والضغط وحاجات تانية كتير. واللي هيج بقى الموضوع الفتره اللي فاتت، وهيج بقى الموضوع بمعنى صح، وده كان البحث ده اتعمل على عدد كبير جدا من الفئران، وادوهم دوز عاليه جدا من الاسبرتام، ولقوا ان احتماليه حدوث السرطان ليهم كانت اعلى. طب السؤال، هل دي اصلا ادله قويه؟ الاجابه لا. اصلا النوع ده من الابحاث او الابحاث اللي بتكون معموله على حيوانات بتكون اقل ابحاث كمصداقيه. غير كده اصلا الفئران او الحيوانات مثلا بيكون جسمها فيه انزيمات مش عند الانسان، من الاخر تركيبتهم الجسديه مش زي الانسان. ممكن لو حد بيتابعنا من متابعين القناه طبيب بيطري ياكد لنا المعلومات دي. يعني على سبيل المثال البقر بيبني عضلات من النبات، ينفع انا بقى ايه اجي في بحث اقعد اقول لك احنا لقينا البقر بيبني عضلات كتير جدا من النبات، فبالتالي ده معناها ان النبات احسن حاجه لبناء العضلات في الانسان بقى ونعمم الكلام ده؟ الاجابه لا. فدي نفس فكره البحث اللي اتعمل. ومختصر الكلام كده، ال FDA او منظمه الغذاء والدواء قالت ان هو منتج امن ومفيش فيه مشكله، ولكن زي اي حاجه في الحياه، اي حاجه في الحياه حتى لو كانت مفيده اصلا لو زادت عن حدها بتقلب ضدها. مثال الميه مثلا شيء مفيد جدا، فلنفترض ان انت جيت مره واحده قلت انا هشرب جالون كامل من الميه، هتموت في ساعتها. نفس الفكره ال FDA صرحت ان الحد الامن من الاسبرتام 40 مللي جرام لكل كيلو من وزنك. يعني على سبيل المثال لو واحد وزنه 70 كيلو يبقى ده معناها ان هو ممكن ياخد دوز لحد 2800 مللي جرام في اليوم، وده اصلا المتوسط. ومثال اصلا البيبسي الدايت بيكون فيها 200 مللي جرام من الاسبرتام، فيبقى للشخص اللي وزنه 70 كيلو ده يبقى هو اخره 14 كنز في اليوم. وطبعا في محليات صناعيه تانية كتير غير الاسبرتام اعلى جوده منها زي مثلا السكرالوز او الاستيفيا، وده بصراحه الشركات اللي بتعمل منتجات بالاسبرتام زي البيبسي الدايت او الكولا زيرو او ايا كان كل من دول هيكون مكلف عليه جدا ان هو يبدل الاسبرتام
بماده زي السكرالوز او الاستيفيا. ولو انت عايز تجيب السكرالوز كمنتج مثلا تستخدمه في الشاي او القهوه او الاكل عندك في البيت يعني، ممكن تجيبه هتلاقيه في منتج زي سويتال، هنا هتلاقيه في الصيدليات عندنا، او ايزو سويت هتلاقيه بيتباع ومنتشر في الصيدليات او السوبر ماركت. وسكر دايت الاستيفيا وبصراحه ده يعد الاعلى جوده وفي نفس الوقت الاغلى برضه، هتلاقيه برضه في الاماكن الكبيره زي الهايبر ماركت عامه. ولكن زي ما قلت في الاول مفيش مشكله ان انت تستخدمه ولكن بحدود. وبس كده، ده كان الفيديو. لو اي حد عنده اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.